معلش هي في هيصه كبيره قوي موجوده ومعموله على الاعلان بتاع النادي الاهلي في الاستاد، وان جاب محمد ابو تريكه وهكذا. بالعكس، بالعكس انا كراجل زملكاوي بقول للاهلي الف الف مليون مبروك، الف مليون مبروك على الانجاز اللي انت بتعمله، الف مبروك مليون على الاداره الناجحه اللي بتعمل، الف مليون مبروك على العمل الصامت. نحن نعمل في صمت. احنا عندنا بس في الزمالك، تمام، خلينا نتكلم من ايوه يا سيدي انا زملكاوي وبقول للاهلي مبروك، مش هنفضل نقول للاهلي لا اصله جاب مين وعمل ايه وصورة مش عارف مين، ونجيب بقى صورة وكلام كتير ونرجع لا يا سيدي نعمل، بلاش نفضل نتكلم وبس، بلاش نفضل ننتقد. الريال مدريد ليه برشلونة غريمه، الزمالك ليه الاهلي غريمه. مش معنى ان انا ليا ان انا ليا فريق غريم لما يعمل حاجه هقول له الف مبروك، لما يعمل حاجه اقول له الف الف مبروك، وهبقى متضايق من جوايا ان انا مش عارف اعمل حاجه ربع اللي بيتعمل ده. ده انا في خلافات وقصص ومجالات على زيزو في تجديد العقد بتاعه عشان خلاف مادي بكام مليون، انما استاد متكلف مليارات، تمام، وانا بعمله وبعمل في صمت. ومع ذلك ما تلاقيش الناس اللي بتطلع عن الاهلي تتكلم نص العدد اللي بيطلع للزمالك ويفضل يقولوا طب فين، ما هو اللي بيقول ما بيعملش، اللي بيقول ما بيعملش. كده اداره نادي الاهلي ماشيه بمبدا العمل في صمت. نحن نعمل في صمت وهنوريك على ارض الواقع ايه هو الحال. وبعدين حاجه عظيمه جدا ان انت تكرم كل اللي لعبوا في تاريخك وحتى اللي توفوا زي الله يرحمه محمد ابو وهاب. حاجه عظيمه، حاجه تكبر جدا من شأن النادي بتاعك ومن شأن الكيان كله بتاعك. فبصراحة حاجة جميلة، حاجة عظيمة، حاجة حلوة، حاجة تخليك رغم ان هو غريمك ولكن تفتخر بيه، تفتخر ان هو بيعمل حاجة زي كده، وتتمنى ان انت تعمل حاجة قريبة يا سيدي من كده، بلاش هي زي كده بس خليها قريبة. انما تفضل زعلان وتفضل تجيب، وانا شايف صفحات كتير جدا جدا للزمالك عماله تشتم وتجيب صور وصور ابطال وقوم دمك راح حضر. لا يا جدعان، ما هو مش ابو تريكه اصلا اتشال من على قائمه الارهاب، طب وماله بقى، ما تحطه يا عم عادي، ما فيش مشكله، يجي ويعمل الاعلان زيه زي باقي اللعيبه. وبعدين انا زعلان ليه؟ ده احنا بنعمل مصيبه وكارثه ان الاهلي خد لاعب من عنده. ومال يا عم بتحصل على مستوى الكره العالميه، ناس بتلعب في برشلونة وتروح تلعب في الريال، وتلعب في الريال وتروح تلعب في برشلونة وهكذا. فعادي يعني، بلاش بقى نتكلم عن القصة دي.